الرجالة في نصف نهائي كأس العالم والقذارة في مجلة الجيش. سلام الله عليكم. إنجاز تاريخي من المملكة المغربية الشقيقة ومنتخبها لكرة القدم بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم، والعالم كله يعني مندهش من إنجازات المنتخب المغربي، من أداء المنتخب المغربي، مما قام به وليد الركراكي، مدرب مغربي يصل بأول منتخب إفريقي إلى نصف نهائي كأس العالم. إنجاز تاريخي، منتخب رفع علم المملكة المغربية، شرف المنطقة المغاربية، شرف كل المنطقة العربية، أمازيغا عربا. يعني إنجاز غير مشهود في التاريخ يحدث اليوم أمام مرآنا، وفرحة كبيرة من الشعب الجزائري بأكمله، ولكن مع أشقائهم المغاربة. ولكن بطبيعة الحال القذارة دائما من النظام الجزائري، دائما من إعلام النظام الجزائري الذي يريد بطبيعة الحال، هو عاجز على تلويث هذا الإنجاز، لأن العالم كله منبهر مما فعله المغرب ومما فعلته المملكة المغربية بمنتخبها وبهذا الإنجاز اللي راح نتكلم عليه. ولكنهم أيضا عاجزون على أنهم ينسون هذا، لأنهم غارقون في الرداءة، غارقون في القذارة، غارقون حتى في العنصرية التي رأيناها من الإعلام الجزائري ومن النظام الجزائري في الأسابيع الأخيرة. على كل الأصعدة مسحوا الأرض مرة أخرى بصورة الجزائر، لأنه كان من المفروض أننا نفرح، كان من المفروض أنهم يفرحون كما الشعب الجزائري فرح. كان من المفروض أنهم ينقلون أولا بطبيعة الحال الفرحة في شوارع الجزائر، لنرى جزءا منها. هذه وهران، شوفوا ما يحدث في ولاية وهران، فرحة ما بعدها فرحة من الشعب الجزائري بالقمصان تاع المنتخب المغربي. واحد يدعو يشيد بالوحدة المغاربية، مواطن جزائري. نشوفوا أيضا صور رأيناها ولا أروع في الشوارع الجزائرية، وهذه عينة منها في المقاهي، في الشوارع، الناس كلها فرحة بما حدث، الناس كلها تحتفل، إلا النظام الجزائري مش راهم يديروا. وفي خبر آخر، غادر المنتخب الإسباني العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد الإقصاء المر في الدوري السادس عشر من مونديال قطر، وكانت المباراة صعبة بالنسبة لهم حيث وصلت إلى هذه نهار أقصيت إسبانيا، قالوا إسبانيا أقصيت دون ذكر المنتخب الذي أقصاها. اليوم التلفزيون العمومي وكالة الأنباء الجزائرية ولا واحد فيهم نقول هذا الإنجاز التاريخي اللي مش مرتبط فقط يا سيدي، عندكم مشكل في المنطقة وغير ذلك، ماشي مرتبط فقط بالأخوة المغاربية وغير ذلك، حدث عالمي اللي هو كأس العالم، العالم كله يتابع فيه. الإعلام تاع النظام الجزائري لا حدث. هاي النشرة تاع كانال الجيري منذ لحظات ينقلوا لنا في إنجازات المعين تبون التي لا هي لا إنجازات ولا هم يحزنون. هاي العناوين دون ذكر تماما إنجاز المملكة المغربية، دون ذكر اسم المملكة المغربية. هذا أولا هو عنصري، لأنه لما ما تذكرش اسم بلد هذا في عنصرية. وشفنا العنصرية ضد الكاميرون لما قالوا بأنه يعود إلى أدغال إفريقيا. القذارة تاع هؤلاء، القذارة تاع من يحكمون، والقذارة تاع إعلامهم، لأنه الإعلام في الجزائر العام والخاص وحتى أنصار النظام يعرفون بأنه بطبيعة الحال الإعلام الجزائري يتحكم فيه النظام الجزائري خاص وعام، كلهم داخلين وغارقين في القذارة. وشوفوا أنا على بالكم تقريبا كي شفتها تعرف الدمعة تطيح لك. شوفوا الإعلام الفرنسي، لي ليون دو l'Atlas دون ليستوار، أسود الأطلس يدخلون التاريخ. الإعلام الفرنسي اللي ربما راح يواجه المملكة المغربية في النصف النهائي، منتخبهم
يعني ويشيدون بهذا الإنجاز التاريخي. وإحنا إعلام جزائري بلد مسلم تجمعنا معها الأخوة، الثقافة، اللغة، الدين، كل شيء، الجذور الأمازيغية، البعد العربي، كل شيء يجمعنا معهم، يعني لا يذكرونه تماما. روحوا شوفوا في التلفزيون العمومي، وكانت الأنباء الجزائرية اللي ليلا نهارا تكلمنا على أن هناك احتجاجات في المغرب، وهناك ما على باليش واش في المغرب، ولكن لما نوصلوا يعني لإنجاز تاريخي في كأس العالم يشرف المنطقة المغاربية كاملة، ويشرف شمال إفريقيا، ويشرف المنطقة العربية، ويشرف إفريقيا كلها، ساكتون خانعون. زيدوا شوفوا، هذه كانت ضد إسبانيا، إقصاء المنتخب إسبانيا ب3 ركلات ترجيح، ويقصى من ثمن النهائي دون ذكر البلد. كائنات فضائية هي من أقصت المنتخب الإسباني من كأس العالم، وهي من أقصت بأداء ولا أروع، بخطة تكتيكية ولا أروع، وأحسن مدرب في كأس العالم هذه هو وليد الركراكي دون منازع، لأنه الخطة التكتيكية تاعو بطبيعة الحال نالت الإشادة في العالم كله. ولكن نزيد شوفوا، لماذا قلت لكم بأنه هادو غارقون في الرداءة، يعني غارقون في القذارة؟ لأنه حتى شوفوا اليوم هذا المدعو جمال بالماضي، شوفوا واش راهم يديروا. مجلة الجيش تنشر في حوار تاع الناخب الوطني، هذه حدثت اليوم، وهم ينشروا في الصورة تاعو التي أخذها مع شنقريحة، والتي كانت سابقة تاريخية. الرجالة راهم في نصف نهائي كأس العالم، بعد العمل، هذا ما جاش هكاك صدفة. نهضة بركان دات كاس الاتحاد الافريقي، الرجاء البيضاوي دا كاس رابطة الابطال الافريقية وبوليد الركراكي كمدرب، العمل تاع الجامعة المغربية وتاع القجع يعني في اللوبيين وغير ذلك، حتى يعني دافع على مصالح المملكة المغربية. ولكن احنا عندنا مدرب سبحان الله اللي كان عنده مبادئ، اليوم صار يظهر في مجلة الجيش. أني قلت لكم سابقة تاريخية منذ فوز الأرجنتين وقت الدكتاتورية، إذا تذكروا القضية بكأس العالم، يعني ما زدناش شفنا مدرب تاع كرة قدم ياخذ صورة مع قائد أركان تاع جيش وزيد مجرم، ويعني إنسان فاسد، وإنسان يعني هو ومن معه يقودون البلاد إلى التهلكة، اللي هو شنقريحة، وياخذ في الصور معه، واليوم يزيد يدير حوار مع مجلة الجيش. ولو كنتم عندكم، وفي الحوار هذا يتكلم أيضا على منتخب جبهة التحرير، لو كان عندكم ذرة شرف، نتكلم مع من يحكموا البلاد ومع إعلام النظام القذر، بهدلتونا كجزائريين. لو كان عندكم ذرة شرف لكنتوا تتذكروا ما قام به كلمات محمد الخامس رحمة الله عليه، لما جاءوا قالوا له بأن المنتخب المغربي إذا شارك في مباراة مع منتخب جبهة التحرير الوطني راحين يعاقبون لمدة 2 قال لهم فليعاقبون لمدة 4 سنوات إذا كان هذا من أجل الجزائر. هذا الكلام تاع محمد الخامس رحمة الله عليه ملك المملكة المغربية وقت ما كنا تحت الاستعمار الفرنسي. هل يعني ولهذا الجزائريين لما يخرجوا، أنا الحاجة اللي تفرح أنه الشعب الجزائري مدرك لهذا، والشعب الجزائري ليس ناكر جميل، هاو يخرج يفرح بإنجاز المملكة المغربية، لأنهم ما نساوش هذه المواقف وقت كنا في أحلك الظروف، وقت كنا تحت الاستعمار الفرنسي، كيف وقفت معنا المملكة المغربية وشاركت في مباريات ضد منتخب جبهة التحرير الوطني. وقلت لكم الكلمة المشرفة لمحمد الخامس رحمة الله عليه. فلما تشوف هذا يعني المفروض أننا نحتفي بهذا الإنجاز، يعني شعبيا ورسميا. معليش انقلوا في وكالة الأنباء الرسمية، انقلوا في التلفزيون العمومي المسيرات ضد الغلاء والمعيشة وضد نظام المخزن كما تقولون وغير ذلك، ماشي مشكل. لكن لماذا لا تنقلون؟ انتم تظلوا تتكلموا عليهم يوميا على المغرب، لماذا لما يتأهلوا النصف نهائي كأس العالم تتجاهلون الحدث كليا؟ رغم أنه فرصة للتوحيد بين الشعوب، ورغم أنه فرصة
للجمع بين الشعوب. وراكم في يعني وزيد شوف النهار اللي يختاروا فيه حتى في قذارتهم ينصروا هذا يعني هذا الحوار لهذا المدعو بالماضي الذي يعني شوه كل الصورة الجميلة اللي كنا نشوفه فيها، اللي البعض حابين يردوه لنا معارض. هاو جمال بالماضي في حوار مع مجلة الجيش وناشرين له الصورة مع شنقريحة وفرحانين به، في وقت كما قلت لكم الرجال راهم في نصف نهائي كاس العالم وراو العالم كلهم يتكلم عليهم. هاو واش تنشر مجلة الجيش وهاو إعلام النظام، والنظام ماذا ينشرون اليوم؟ لأنه مجلة الجيش هي تابعة بطبيعة الحال يعني تحمل اسم وزارة الدفاع الجزائرية والجيش الجزائري، ولو أنها بوق من أبواق الجنرالات. كان من المفروض أنه هذا الشخص يكون يعمل على الأقل الآن حتى يوصل للمستوى تاع سيادو، أو على الأقل يحاول يوصل للمستوى تاع سيادو اللي وصلوا لنصف نهائي كأس العالم. لكن هذا بالماضي وشنقريحة فضلوا أنهم ينشروا لنا اليوم هذا الحوار لمدرب تاع كرة قدم في حتى المغرب يقولوا منتخب، يقولوا ديكتاتورية وغير ذلك. هل شفتوا وزارة دفاعهم؟ هل شفتوا القوات الملكية تنشر بيانات؟ والله ما غير موجود. وحتى لو نشروا مقبول لأنه هذا كأس العالم. احنا منتخب نشروا له بيان، وزارة الدفاع تنشر بيانات في مباراة ضد سيراليون تعادلنا فيها في كأس إفريقيا في الدور الأول من كأس إفريقيا. هذا راه عيب وعار، يعني أنه الأمور اللي وصلنا لها بعيدا. اليوم بطبيعة الحال الأهم هو الفرحة بهذا الإنجاز تاع المنتخب المغربي، ولكن ما نقدروش احنا أيضا ما نشوفوش يعني القذارة اللي عندنا، ما نشوفوش الكوارث اللي راهي صارية عندنا، ما نشوفوش يعني هذه الأمور. وهاو الصورة اللي نصدروها للخارج، ها من الوجوه القذرة. شوفوا النقطة السوداء الوحيدة في المونديال القطري هي هادو الناس اللي حاملين لأعلام جزائرية ورايحين بدون عنوان وبتصرفات لا أخلاقية، رايحين إلى قطر وشوهوا تقريبا. لحسن الحظ أنه يعني قطر نجحت في الإنجاز، وأنه حتى المنتخب المغربي كان من أهم عوامل نجاح كأس العالم في قطر. لأنه تعرفوا بأن كؤوس العالم لابد من أن المنتخب الذي يستضيف الدورة أحسن شيء هو أنه يتأهل للنهائي أو نصف النهائي حتى يبقى الحماس تاع كأس العالم. لكن لولا المنتخب المغربي اللي تقريبا عوض المنتخب القطري، لأنه شفناه اليوم وكأنه يلعب يعني داخل الديار. شفنا حتى الأهازيج، يعني تحس وكأنك يعني في داخل الديار، يعني وكأنه منتخب يلعب في بلده. فالمنتخب المغربي بطبيعة الحال هو اللي ساهم في نجاح هذه الدورة، ولكن احنا نبقاو غارقين في القذارة. كانت من ممكن تكون فرصة حتى هذا الإعلام على الأقل ينقل انتصارات المنتخب المغربي. ما قلنا لكمش افرحوا لأنه نعرفوكم باللي ناس قديرين وما عندكم حتى علاقة بالشعب. وزيد الصور التي رأيناها، يعني ناس منتخب رفع لنا رؤوسنا بأخلاق اللاعبين تاعو. صور ولا أروع رأيناها يعني في كأس العالم من المنتخب المغربي، وما زال بإذن الله. وهاي الشعوب، الأخوة بين الشعوب، هاي الصور التي رأيناها من لاعبي المنتخب المغربي يعني شرفونا في كل شيء، شرفونا في كل شيء، في الأخلاق، في التصرفات. حتى العالم الفلسطيني اللي قالوا بأنه المنتخب قطة الصحراء ماشي محاربي الصحراء، بما أنه قطة الصحراء ما تأهلوش لكأس العالم، بطبيعة الحال لن يرفع العالم الفلسطيني. هم رفعوه اللاعبين تاع المنتخب المغربي، وقال لك بأنه ممنوع عليهم يرفعوا العالم الفلسطيني، ورفعوا العالم الفلسطيني وتضامنوا مع القضية الفلسطينية، ولو أنه يبقى الأساس هو العالم المغربي، ويفرحوا بطبيعة الحال بعالم بلدهم، على عكس البعض اللي يبداو في المزايدات وغير ذلك. ولكنه رفع العالم الفلسطيني من طرف لاعبي المنتخب المغربي، ماشي غير قطة الصحراء اللي يرفعوا العالم الفلسطيني. فكل هذا يعني كل القذارة التي رأيناها عيب وعار على من يحكمون هذا البلد، عيب وعار على هذا الإعلام القذر
الذي يريد العنصري الذي يريد نفي وجود منتخب مغربي، والذي وصل يعني إلى ما كان لا يتوقعه أحد، وخصوصا هذا النظام وإعلام القدر يعني اللي اليوم راهم في حداد كبير، لأنه حدث هذا الإنجاز التاريخي الذي شرفنا كلنا. يعني وأول من لهم الحق في الفرح بعد الشعب المغربي وبعد المملكة المغربية الشقيقة هو نحن كجزائريين، لأنه هادو إخوتنا، لأنه كل شيء يجمعنا معهم، العرق، قلت لكم أمازيغ وعرب، اللغة، الدين، المصاهرة، كل شيء يجمعنا معهم. يعني بعد المغرب الجزائر هي اللي لابد أن تفتخر. وأنا اليوم وكأنني كنت نشوف في مباراة للمنتخب الوطني الجزائري وما كان حتى فرق، لأنه حتى سنة 2019 لما المنتخب الوطني فاز بكأس افريقيا المغاربه خرجوا في فرحه هستيريه في شوارع يعني المغرب. واليوم الحمد لله أن الجزائريين كنت نشوف أيضا في جيجل في المقاهي، كنت نشوف في العاصمة في وهران، الحمد لله أن الجزائريين يعني فرحوا بهذا الفوز التاريخي لمنتخب يعني لمنتخبهم اللي هو ممثل المنطقة المغاربية وممثل المملكة المغربية، والذي شرفنا جميعا. والإعلام سواء رسمي سواء خاص لا يمثلنا لا من قريب ولا من بعيد، ونقدر نتكلم باسم الأغلبية الساحقة من الجزائريين في هذه القضية، لأن الكل سعيد بما فعله المنتخب المغربي، ويبقى النظام الجزائري غارق في قذارته التي عهدناها منه ومن شنقريحة وتبون ومن معهم. شاركوا البث على أوسع نطاق، تفاعلوا مع البث، إن شاء الله التأهل للنهائي وربما الفوز بكأس العالم للمنتخب المغربي. وأيا كان نصف نهائي هو إنجاز يعني تاريخي، يعني الآن كل شيء راهو بونس، يعني كل شيء راهو في الفائدة. وأنا واثق بأنه إذا وصلوا بنفس الروح ربما راح يحققوا إنجاز كبير يعني في كأس العالم هذا. هاي الناس اللي تعمل، مش الناس اللي تتكلم على أنه قصة كان يأكل في الملفاي، وأنه أرضية ملعب جابو ما كانت سيئة، رغم أنه المنتخب المغربي أقصي من كأس افريقيا، أقصي بشكل يعني محترم، ما كملوا العمل تاعهم، ما قالوش يعني إحنا تآمروا علينا والحكام، لا، كملوا في العمل. واليوم راهم في كأس افريقيا في نصف نهائي كأس العالم، ولم يتكلموا لا على الملفاي لا على المؤامرات لا على قسام الذي كان حكم في كأس العالم هذا، لم يتكلموا على أي شيء، بل بالعمل وصلوا إلى أنهم شرفونا في المنطقة المغاربية عربا وأمازيغا، لموا شمل المنطقة العربية التي عجزت عنه المسخرة تاع القمة العربية. وهذا هو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.